السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضنا هاد البريوش معمر كيجي زوين بزاف. شوفوا الشكل ديالو كيجي خفيف ولذيذ. فهنا كيف كتلاحظوا الشكل ديالو صراحه زوين زوين بزاف. فغنعطيكم جميع الاسرار ديال النجاح ديالو. فبالنسبه للمكونات كنحتاجوا معلقه ديال الخميره، معلقه سنيده، والملح بالطبع حسب الذوق ديالكم. فغنحتاجوا كذلك جوج كيسان العبار ديال العنبه، كاس حليب دافي وكاس ديال الماء دافي. تقدروا ديروا بجوج حليب، كذلك ممكن تقدروا ديروهم بجوج ماء. كنحتاجوا بيضه، تقريبا ربع كاس ديال الزيت، فانيلا، وخماره ديال الحلوى. بالطبع الفاني تقدروا تعوضوها بقشره الحامض. والدقيق كنحتاجوا تقريبا 4 الكيسان عامرين، اي ما يعادل 400 غرام. فهادو هما المكونات اللي غنحتاجوا. نبداو الطريقه اللي سهله وبسيطه على بركه الله. فهنا غادي ناخذ القصريه ولا الاناء. فهاد البريوش هذا ما كندلكوش، يعني راه ساهل. غنديروا معلقه ديال السنيده، كذلك معلقه ديال الخميره، بالطبع معلقه كبيره، والنكهه ديال الفانيلا اللي قلت لكم تقدروا تعوضوها بقشره ديال الحامض اولا الليمون. غنديروا كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء دافي. يعني هنا المجموع جوج كيسان، تقدروا ديروهم بجوج هما، تقدروا ديروهم بجوجهم حليب، كيبقى لكم الاختيار. هنا بعد ما ضفتهم مع بعضياتهم غادي نخلطهم ونخليهم شويه كيختمروا، يعني تقريبا واحد 5 ديال الدقائق بين ما غربلنا مثلا دقيق اولا وجدنا صينيه ديال الحلوى. صافي هنا بعد ما كيف كتلاحظوا بدا كيتفاعل. ضفت تقريبا ما يعادل جوج معالق ديال الزيت اولا ربع كاس ديال الزيت. وغنضيفوا الملحه اللي كتبقى دائما اختياريه على حسب الذوق ديالكم. فغنديروا غير شويه ديال الملحه، يعني ما نكثروش. وغنديروا خماره ديال الحلوى، اي ما يعادل تقريبا وزن ديال 8 غرام. فبالطبع المقادير غنخلي لكم اسفل الفيديو. غنديروا بيضه وغادي نجمع المكونات مع بعض. غادي نخلطهم مزيان، تقدروا ديروهم مباشره في الطراب الكهربائي. فانا بالنسبه ليا ما كيحتاج، لانهم ما كياخذوش بزاف ديال الوقت كيف كتلاحظوا. فراهما ساهلين. صافي هنا بعد ما ندمجوا غادي نضيفوا الدقيق وغادي نجمعوهم بايدينا. راه ما غاديش ندلكو، يعني غير غادي تجمعوا وغادي نغطيو عليها. صافي هنا بعد ما ضفت تقريبا 4 الكيسان ديال العنبه عامرين، اي ما يعادل 400 450 غرام، يعني تقريبا على حسب الكاس واش عامر كامل. صافي وهنا غادي نجمع هذا الخليط هذا حتى كيندمج مزيان. كيف كتلاحظوا راه ما غادي ندلكوه ما والو، يعني غادي نجمعوه مزيان. تقدروا كذلك ديروا في عجانه غير تجمعوا. صافي هنا بعد ما جمعناه غادي نغطيو ونخليوه حتى كيختمر مزيان. تقريبا خليته ما يعادل نص ساعه، لان الجو كيف كتلاحظوا راه بدا كيسخن. والمطبخ بالطبع راه كيكون سخون ملي كنكونوا كنطيبوا الخبز. ففي هذه الوقيته هذه كنت كنعجن، يعني عجنت الخبز وخليته. صافي هنايا كيف كتلاحظوا راه ضاعف الحجم ديالو وخمر مزيان. فغادي ناخذو وغادي نقسموه. ممكن يبقى دائما على حسب الذوق ديالكم. الا كنتو بغيتو ديروهم صغار فغيعطيكم بين 13 و 14 كره اولا وحده. وإلا بغيتو ديروهم شويه كبار راه غادي يعطيوكم تقريبا 10. المهم نتوما عينيكم ميزانكم على حسب العائله ديالكم. تقريبا الا بغيتو ديروهم صغار فمن الاحسن انكم ديروا 80 غرام. الا بغيتو تكبروهم شويه فديروا 100 غرام. يعني 80 غرام تقريبا غادي تعطيكم بين 13 حتى ل 14. و100 غرام اولا 120 غرام فتعطيكم 10. صافي هنا غادي نقسم وغادي نبقى عيني ميزاني باش نقاد الكرات اللي عندي. صافي هنا غادي نقطعهم. فغنبقى نقطع وفي نفس الوقت كنحاول انني ندير نفس القياس. فكيف قلت لكم عيني ميزانيه، يعني ما غاديش نحتاج ندير الميزان. ولكن الا ما كنتوش يعني ما قديتوش ديروا عينيكم ميزانكم فغادي تحاولوا انكم تاخذوا الميزان. فهنا درتهم شويه صغير، يعني ما درتهمش كبار بزاف. تقريبا درت 13 ولكن 3 غادي نخليهم باش نديرهم في شكل اخر. هنا غادي نحتاجوا الشوكولات، يعني لا توفر عندكم هاد الشوكولات ديال نوتيلا تقدروا ديروه. الا ما كانش ديروا الشوكولات اللي تيكون مربع وغادي تقطعوه اولا مستطيل وغادي تقطعوه. المهم انا غنوريكم الاشكال بجوج. فهنا كناخذوا كل كره كنبسطوها تقريبا بحال هكا على شكل بيضاوي. وغادي نديرو تقريبا معلقه صغيره ديال الشوكولاته، يعني ماشي معلقه كبيره. هنا درت معلقات صغار. فغادي نسرح بحال هذا الشكل هذا. وغادي نطوي الطويه الاولى، يعني بحال كنطوي على جوج.
ومن بعد غنعاود نجمع. هاد الطريقة هادي راها ضرورية باش ما كيخرجش لكم هداك الشكلاط من الجنب وما كتفرقعش لكم، يعني ضروري تستعملوا هاد الطريقة، راها سهلة وبسيطة. وكنبدا نجمع هادوك الأطراف هنا كيف كتشوفوا، فغنحاول نجمع كذلك هادوك الجوانب باش ما كيبقاش بحال هكا الشكل ديالها طويل بزاف. فغادي نستمر حتى نكمل تقريبا الكميه اللي عندي. كذلك هنا غادي نعاود نديرها على شكل بيضاوي، وغادي ناخذ معلقه ديال الشوكولاط صغيره وغنحاول نسرحها بهذا الشكل. دوك الجوانب حاولوا انكم ما تقيسوهمش باش كيبقاو مجموعين وما كتخرجش لكم. صافي، وغادي نجمع المره الاولى يعني كنغطي هذاك الشوكولاط، ومن بعد كنجمع المره الثانيه يعني كنغطي الجهه الثانيه بحال الشكل ديال المسمن كيف كنديرو باش ما كيخرجش لينا الشوكولاط وما كيطرطقش. فهاد الطريقه راها سهله وبسيطه وناجحه مليون بالمية، يعني هذه هي الطريقه الناجحه باش كنعمروا بها هاد البريوش هادو. الا ما توفرش عندكم الشوكولاط نوتيلا او لا اي شوكولاط للدهن، غناخذوا هاد الشوكولاط هذا وغادي نقطعوه بحال هكا. وكذلك كاين واحد الشوكولاط اللي خاص بالكرواسه، تقدروا حتى هو تستعملوه، راه زوين والنتيجه ديالو مزيانه ودغيا كيذوب. والشكل ديالو تيكون مستطيل يعني ساهل انكم تعمروا. فهاد الطريقه اللي غادي نوريكم فراها ناجحه سواء درتوها العماره المالحه او لا العماره اللي حلوه. فهنا كيف كتلاحظوا قطعت هاد الشوكولاط حطيته بالطبع في الوسط وغادي نجمع المره الاولى يعني بحال كنحط الثلث الاول ومن بعد كنسد بالثلث الاخير. وحاولوا انكم تجمعوا الجوانب مزيان باش ما كيبقاوش هذوك الفراغات، يعني كيف كنقولوا ما نخليوش الشوكولاط منين يخرج. صافي هنا كيف كتلاحظوا بعد ما حيدتها وحطيتها في الصينيه اللي غندخلها للفرن، فغنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. فهنا غادي ندير يعني شكل اخر بهذا الشوكولاط هذا اللي مقطع. فاي نوع من الشوكولاط صراحه راه تيجي زوين، يعني انا من الناس اللي كيعجبني بحال هكا الحاجه اللي كتكون حلوه يعني كنكثر فيها الشوكولاط صراحه. صافي غادي نبقى حتى كنسد الجوانب كاملين، ومن بعد ما غنستفهم كاملين في الصينيه غادي نوريكم كيف غادا تجي. صراحه راه كتجي زوينه. وهذوك الجوانب ملي تحطوهم في الصينيه حاولوا انكم تجمعوهم، يعني ما تخليوهمش بحال هكاك محلولين. هذا هو الشكل ديالهم هنا بعد ما درتهم في الصينيه. نخليهم يختمروا واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق هنا كيف كتلاحظوا. ومن بعد غادي ناخذوا اصفر ديال البيض، غنزيدوا عليه شويه ديال الحليب اولا شويه ديال الخل كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، وغادي ندهنوا المره الاولى وغنعاودوا ندهنوا المره الثانيه. هنا كيف كتشوفوا يعني غادي ندهن المره الاولى وفي نفس الوقت كنكون الفران درتو باش يسخن، يعني قبل ما ندهنوا البيض فراه درت الفران يسخن بالطبع. راه غنطيب فيه غنطيب هاد البريوش هذا وفي نفس الوقت غادي نطيب الخبز، راه بجوجهم خمروا. صافي هنا بعد ما دهنتهم مزيان غادي نعاود ندهن مره ثانيه. فتقدروا هنا مباشره يعني ما ترشوا عليهم حتى شي حاجه، تدخلوهم الفران يعني بعد ما غادي تفتحوهم واحد شويه باش ما كيطرطقوش. يعني الا ما بغيتوش ديروا داك الشريطات دوك الحلات تاخذوا واحد العويد وتعاودوا تقطعوا بحال هكا، يعني ديروا واحد التقيبات باش ما كيطرطقوش لكم من جناب. يعني كنعاود ناكد عليكم باش ما كيتفرقعوش من جناب حاولوا انكم ديروا عويد وتفتحوهم اولا تاخذوا سكين وديروا شريطات. صافي هنا بعد ما دهنتهم المره الثانيه غادي نبدا ندير شريطات، يعني كيف قلت لكم تقدروا ديروهم هكا وتقدروا ديروهم بالسكين اولا الا ما بغيتوش تقدروا ديروا غير عويد وتقبوا واحد شويه اولا فنيته وتقبوهم باش ما كيطرطقوش ليكم. صافي هنا غادي ندير 3، تقدروا ديروا 2، تقدروا كذلك ديروا غير وحيده، المهم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. فكيف كتلاحظوا الصينيه عندي كبيره ودرتهم حتى هما كبار، يعني ما درتهم الصغار داكشي علاش درت 3. ومن بعد غادي ناخذ شويه ديال الجنجلان، كذلك تقدروا ديروا البافو ترشوهم بحال هكا يعني رشات خفيفه. فكيف كتشوفوا هما مادام خمروا فراه دغيا تيتحلوا تيجيو زوينين في الشكل ديالهم وكيطيبوا على راحتهم. فبالنسبه للفرن غنوريكم الفرن كيفاش يعني درجه الحراره كيفاش درتها. فغنديرهم في الفرن ديال الغاز، كذلك ممكن ديرهم في ديال الكهرباء، فراه بجوج كندير فيهم نفس الطريقه.
صافي هنا بعد ما رشيتهم كيف كتشوفوا غادي ندخلهم الفران اللي سخون من قبل. يعني الفران راه كيف قلت لكم قبل ما ندهن البيض درتو باش يسخن، درتو على درجه عاليه، ومن بعد نقصت بحال هكا. يعني الفوق ما كنشعلوش عليه، كنخليو غير لتحت على درجه شويه اقل من المتوسط، كنخليهم حتى كيبداو بحال هكذا يتحلوا مزيان وكيتنفخوا. في هذه الوقيته عاد كنشعلوا الفوق، يعني حتى كيتنفخوا هنا كيف كتشوفوا عاد كنشعلوا الفوق وكنقصوا باش كنخليهم يتحمروا على خاطرهم. صافي هنا بعد ما طابوا شوفوا الجوانب يعني الفوق وكذلك من التحت فرا تحمروا مزيان. صافي غادي نفتح وحده باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. فصراحه راه كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو زوينين بزاف، ما غتشبعوش منهم. والا جربتوهم فكونوا متاكدين غتبقاو تجربوهم بزاف المرات. كذلك غادي نحلها من الوسط باش تشوفوا النتيجه ديالها. والاهم انهم كيجيو خفاف بزاف، يعني كيجيو رطبين. ان شاء الله غادي تجربوهم غتوليو مبليين بهم. صافي هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لي تعليقات ديالكم وتضغطوا على الجرس